حازم وبشماله والهدف الاول. حازم امام يفتتح التسجيل في هذا اللقاء ويكتب اسمه بحروف من ايه بقى يعني لن تنسى الحقيقه. اول هدف في اول بطوله سوبر مصريه امضاء حازم امام. شوف بقى الاستلام بترقيصه، شوف المهاره، شوف المهاره، يا سلام على المهاره ومهاره التصويب يعني حازم امام. في مباراه في المدرجات ايضا كابتن بكر بين جمهور الزمالك وجمهور المحله، وفي ايضا يعني جمهور من النادي الاهلي بيحضر اللقاء النهارده. ادي كوره مره ثانيه هوبا وهدف التعادل. هدف التعادل لنادي غزل المحله. هدف التعادل 1-1. في مباراة حساسة وفي وقت حساس زي ده صعب جدا صعب جدا. التسديدة وتتحقق النبوءة وأسامة نبيه في الظهور الأول لأسامة بعد العودة يحقق هدف الفوز للزمالك وهدف التقدم. لسه بقول لحضراتكم والله يعني محمد الحادي قلب اللقاء بضربة الجزاء اللي ضيعها دي. بالفعل ارتفعت الروح المعنوية للجمهور وللعيبة ولكل الناس. والعرضية من طارق السيد زي ما توقعنا برضو، وأسامة نبيه ضربة رأس بيتفرج عليها المرة دي أحمد صابر. هذه العرضية من محمد أبو العيلة خبط اتردت مرة تانية لأبو العيلة. طارق السيد فعلا طارق السيد يتسلمه خالد الغندور كابتن نادي الزمالك. خالد الغندور يرفع حاليا كأس السوبر وبجواره باقي لاعبي الفريق عبد الحليم علي وحازم امام يتناوبوا على رفع كأس السوبر حاليا. ولحظة سعادة طبعا ولحظة فرحة وبتبقى لحظات تاريخية.